هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. النهاردة جايبه لكم الأكلة اللذيذة السريعة اللي هتعمليها كلها في حلة واحدة ومش هتاخد معاكي وقت 10 دقايق وتكون جاهزة لما تكوني مستعجلة، وكمان مفيدة ومليانة فيتامينز ومليانة خضار، وهتخلي ولادك يحبوا قوي 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 ياكلوا الخضار. أكلة كده حلوة ممكن تقدميها في عزومة أو تحطيها في غدا، سريعة ولذيذة. وكانوا دايما المصريين القدماء بيعملوها كتير قوي، وسمعت كمان ان الاتراك بيحبوا الطريقة دي. هي طريقة لذيذة وسريعة جدا للرز والكبدة بتاعت الفراخ. احنا هنعمل ايه؟ هنجيب بصلاية كبيرة ونحمرها في شوية سمنة. اول ما نحس ان البصلاية كده دبلت هنحمرها طبعا كويس جدا، ونلاقيها كده البصلاية بدأت تصفر تبقى لذيذة كده لونها حلو. هروح على طول اعمل ايه بقى؟ احط على طول القوانص بتاعتي. طبعا هي اكله كمان تعتبر موفره، لان انت ممكن تجمعي القوانص والقلوب والكبده بتاعت الفراخ كل مره بتجيبيها وبتشيلها في الفريزر، بتبقي مش عارفه تعملي ايه، فنعمل بيها الاكله الحلوه دي. القوانص بحطها في البدايه علشان تاخد السوا وما تبقاش بتشد معايا، لان سوا القوانص غير القلوب غير الكبده. فبقطعها قطع صغننه وبحطها مع البصلايه، هسيبها كده شويه. ليه؟ انا عايزه القوانص تستوي وتخش في السوا قبل الكبده والقلوب. هنا ممكن احط الكبده والقلوب مع بعض عادي جدا. في التكه دي بقى انا هعلي النار. ليه؟ علشان الكبده لو حطيتيها على نار واطيه هتتفرفت وتتهري، وانا عايزه تاخد الصدمه كده وتفضل محتفظه بشكلها وبقوامها. وبتبل بقى الاكله بتاعتي: ملح، فلفل، كمون، شويه كزبره، وحبهان وورق لورا. وهتاخدي الأكلة صدقيني في حتة تانية. هتحسي كده ان كأنك صدقيني عملتي كبسة سعودي كده. حقيقي خطيرة. عايزة تعمليها بالرز البسمتي كمان اوكي، انا عاملها بالرز العادي، الرز المصري. بصوا بقى لما عليت عليها تبدأ تنزل ميتها، وهدعمها بقى بشوية الألوان بتاعتي، فلفل أحمر وفلفل أخضر، علشان أدي كمان طعم وقيمة غذائية أعلى وأعلى. مش قلتلك أكلة في حلة واحدة؟ كله مع بعضه، الخضار والبروتين، وهنحط النشويات الرز بتاعنا كلها في حلة واحدة. يعني أكلة سريعة ولذيذة وكمان مغذية. أنا حقيقي ما خدتش معايا أقل من تلت ساعة على النار. هنا كمان بقى كنت جايبه الرز المصري بتاعي 1.5 كوبايه، غسلاهم وغسلاهم كويس جدا ومصفياهم من الميه، وهخليهم كده يتشمعوا في النار مع الاكله بتاعتي، يعني كام تقليبه كده. وبعد كده بحط لها الميه بتاعتي. معروف الرز المصري بنحط يا دوب الميه تبقى مغطيه الرز. اتفرجي بقى على جمال الاكله، الوانها بتقولك انا اكله جامده. بصوا يعني انتوا اكيد شايفين، خطيره خطيره خطيره. عايزه اقول لكم اتنسفت تحفه وجميله. لو عندك شويه كركم حطي، شويه بابريكا، بس انا بصراحه كانوا خلصوا عندي. انا بفضل معليه النار، الميه يا ريت تكون سخنه اللي حطيناها، وافضل معليه النار. اول ما بحس ان الرز اتشرب بوطي خالص وبطفي بوطي خالص وبقفل عليه، بحط الغطا. بصوا يعني هي خطيرة، حقيقي خطيرة. هنا بقى بعد ما طلعت وغرفتها الرز، بصوا مفلفل، الكبدة والقوانص والحاجات دي ما اتهرتش، حطيت عليها شوية مايونيز. بجد انا متأكدة ان كل اللي هيجربها هيقولي دي تحفة. واصلا كانت جداتنا كلها مشهورة بالاكلة دي، لان كل القدماء المصريين كانوا بيعملوها. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وهستناكم في وصفات كتير وفي اكلات كتير وسكين كير كتير بنعمله مع بعض. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات كل اللي جربها. باي باي، اشوفكم فيديو جديد.